الآن لما تقرأ قصة كعب العجيبة مرة ومرتين تجد أنها ولا بد تؤثر فيك وتزرع فيك بإذن الله أخلاقا عظيمة وآدابا كريمة. فالقدوة لها تأثير عظيم، ولهذا قصة كعب قصة عظيمة جدا في باب الصدق وثمرة الصدق. ثم يختم ذلك بنزول هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وكأنه يقال لنا انظروا هذه القصة العظيمة لكعب رضي الله عنه في صدقه، كيف أنه حصل هذا الخير العظيم والمغانم الرفيعة العالية بصدقه مع الله وصدقه مع رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فالمسلم وطالب العلم بحاجة ماسة إلى أن يكثر القراءة في سير الصالحين وأخبارهم، بدءا بالأنبياء ثم بأتباع الأنبياء بإحسان، فهذا له ثمرته العظيمة على العبد عقيدة وعبادة وسلوكا. وانظروا حال كثير من الشباب عندما انصرفت قراءتهم ونظرهم إلى التافهين من الناس ومتابعة التافهين من الناس واستغراق الوقت الطويل في متابعة التافهين من الناس، كيف أثر ذلك في سلوك الشباب إعراضا عن دين الله وصدودا عن الأخلاق الفاضلة وهبوطا في الأخلاق وتدنيا في السلوك إلى غير ذلك من الآثار. فمن الفوائد هذا الأمر المهم الذي هو لا بد أن يكون في حياة الإنسان قدوات يقرأ لهم ويتتبع سيرهم. إن لم يقتدي بالصالحين اقتدى بالهمل. قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل.